السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا كده نسمي بالله ونصلي على الرسول. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة حلوة للكفتة. انا عملت معاكم الكفتة باكتر من طريقة، والكفتة لسه ليها طرق كتير مختلفة، كل مرة غير التانية ان شاء الله. هنعملها النهاردة بمكون اضافي كده، هي نفس الفكرة ونفس الطريقة العادية بتاع الكفتة بتاعتنا العادية خالص، بس في مكون اضافي كده هنضيفه، هيدي مطة حلوة قوي للكفتة معانا، ويخلي صابع الكفتة معانا مشدود. يلا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة يا حبايبي، معايا نص كيلو لحمة مفرومة، معايا بصلاية، معايا قطعة ليا او قطعة دهن الموجود عندك. البهارات بتاعتنا اللي هنستعملها النهاردة حاجة بسيطة كده، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بهارات مشكلة اللي عملتها معاكم قبل كده فيها كل حاجة، معلقة صغيرة ملح. المكون بتاعنا النهاردة هو النشا، هنضيف معلقتين اتنين نشا لنص كيلو اللحمة، هيدي مطة حلوة قوي معانا. ويخلي صابع الكفتة معانا متماسك كده، ويدينا نفس المطة او نفس القطمة بتاعت الصابع زي كفتة الحاتي. ومعانا فصين توم. اول حاجة هفرم البصلاية بتاعتي في الكبة، ما عندكيش كبة ابشريها في مبشرة، والقطعة اللي هي كذلك تبشريها لو ما عندكيش الكبة. هنفرمهم مع بعض كويس الاتنين، وبعد كده هننزل معانا برضو باللحمة المفرومة، هننزل معانا برضو في الكبة. انا عايزة اضرب المكونات كلها مع بعضها بحيث ان الكفتة معايا او اللحمة المفرومة تسمغ معايا وتطلع الانسجة بتاعتها كده، تعرفي ان الخليط بتاعك اختلط ببعضه كويس. هكمل فرم في البصل وقطعة اللية، وبعد كده هنزل زي ما قلت لكم باللحمة المفرومة بتاعتي. هنزل باللحمة بقى كده. طبعا قلنا يا جماعة ان الكفتة ليها اكتر من طريقة، وان شاء الله هنعمل مع بعض كل مرة طريقة مختلفة غير التانية للكفتة ان شاء الله. كلها على فكرة بتطلع طعمها جميل جدا، وبتطلع يعني ناجحة جدا في طريقتها، وفي طعمها كمان بيبقى لذيذ جدا. كل مرة بيبقى لها طعم مختلف، وكل مكون بتضيفيه بيفرق جدا في الطعم بتاع الكفتة وفي طريقة الاستعمال بتاعتها. هنزل بالبهارات بتاعتي وبالفلفل الاسود والملح، معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومن البهارات المشكلة. لو عايزة تعرفي ايه هي البهارات المشكلة، هي اكتر من 7، هي مش 7 ولا حاجة، هي حوالي 12 صنف. ارجعي للفيديو من على القناة عندي، فيديو البهارات المشكلة، هلاقي الطريقة حلوة قوي والمكونات بتاعتها برضو حلوة قوي. هفرم بقى اللحمة بتاعتي كويس مع البصل وقطعة اللية. لما الاقي اللحمة بتاعتي اختلطت بالبصل وكده، هنزل بقى بالنشا بتاعي. انتوا شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ هي كده سمغت معايا. انا عاوزة بقى عشان صابع الكفتة يبقى متماسك معايا، هنزل بقى معلقتين النشا، هيدي مطة حلوة قوي لصابع الكفتة. مرة تانية ان شاء الله نعملها برضو بالبرغل، برضو بتبقى حلوة قوي. بس يعني احنا بندي لبعض افكار مختلفة، ونحاول نستفاد ونفيد بعضنا كده. خلاص كده هي سمغت معايا واختلطت كويس. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ هبتدي بقى اصبع الكفتة بتاعتي. تقدري تشويها بقى على الفحم، تشويها على جريل. انا هشويها النهاردة او في صينية معايا عادية خالص على البوتاجاز كمان من فوق، مش هدخلها الفرن. صبعيها بقى على خلة بتاعت شيش طاووق،
على مقور عندك، مقور اللي هو بتاع الكوسة والبتنجان. فانا جربت على المقوار علشان الفتحة بتاعتها في النص تبقى واسعة شوية، فلقيتها برضو لان اللحمة عندي كانت فيها دهون، فكانت بتلزق كده جوه المقوار، فعملتها على خلة من بتاعت الشيش طاووق. هصبعها بقى كلها صوابع قد بعضها كده. بجد ملمس الكفتة في ايدي كمان ناعم وجميل جدا يعني، متماسك زي ما انتوا شايفين كده، ما فكتش معايا ولا اي حاجة. وزي ما قلت لكم انا سويتها على عين البوتاجاز من فوق، ما دخلتهاش الفرن ولا حاجة. الاول بتخلي النار عالية على عين صغيرة طبعا، وبعد كده بتهدي النار بقى علشان تبتدي هي تنزل الدهون الزيادة اللي فيها وتنزل السوائل اللي فيها وترجع تستوي فيها. طبعا اللحمة اتفرمت معايا كويس، فمش هتاخد وقت معايا خالص في السوا بتاعها، عكس فرم اللي لما بتجيبيها كده من عند الجزار مفرومة مثلا وش واحد تاخد وقت شوية في السوا. لكن انا كمان ضربتها في الكبة زي ما انتوا شايفين، فما اخدتش وقت خالص معايا في السوا. هديت النار عليها زي ما قلت لكم واستوت كويس جدا. وطبعا ولعت فحمة في النهاية. انا عاملة الطريقة معاكم بتاعت سوا البوتاجاز قبل كده. معايا بقى معلقة صلصة طماطم كده. هدهن الوش بتاعي برضو، هي اصلا شايفين لون الكفتة لوحده عامل ازاي، لونها حلو قوي من قبل ما ادهنها. فدهنت كمان الوش كده صلصة خفيف كده عشان تدي بس اللون. الفكرة من معلقة الصلصة دي ان هي تدي لون حلو معايا للكفتة. بس كده على ما الكفتة بتاعتي بقى تستوي على البوتاجاز، هسلق معايا بقى كيس مكرونة كده اسباجيتي. طبعا حطيت معلقة ملح في المية، واحنا عارفين سلق المكرونة يعني، ومعلقة زيت. بالذات في الاسباجيتي بحب اضيف معلقة زيت. وطبعا سبكت الطماطم شوية زيت، وضفت عصير الطماطم وفلفل اسود ومكعب مرقة لو حابة، بيدي طعم حلو قوي برضو. شوية بهارات والملح، وظبطت الملح بتاعي وخلاص. كانت المكرونة بتاعتي اتسلقت. انا باخد المكرونة يا جماعة غلوة وبطفي عليها وهي بتستوي بعد كده بقى في البخار بتاعها. ما بسيبش المكرونة النار ولا عليها في السليق ولا حاجة. حتى برضو انا عاملة معاكم المكرونة كذا مرة، ما بسويها برضو في الصلصة. ما ب... يعني ما بسلقهاش، بسويها على طول في الصلصة بتاعتها. شايفين سبع الكفتة بقى معانا متماسك وجميل ازاي، وبيمط معانا كده ومطته جميلة زي بيتقطم معايا كده. دي كانت اكلتنا النهاردة مع شوية سلطة طحينة وشوية سلطة تقدري تعمليها. انا قطعت طماطم واكتفيت بيها، طبعا جنبي شوية مخلل برضو بس ما بانش في التصوير. وكانت اكلة لذيذة وبسيطة. شايفين شكل الكفتة، والله كان طعمها حلو جدا. والمعلقتين النشا بصراحة يعني عاملين اضافة جميلة لصابع الكفتة، مدينه المطة بالظبط بتاعت الحاتي دي. وشوية المكرونة، شايفين المكرونة مفرفرة